ينضم إلي الليلة من الدوحة مدير تحرير قناة الجزيرة الأستاذ محمد معوض. أستاذ محمد، أهلا بك معنا في غرفة الأخبار من سكاي نيوز عربية. في البداية السؤال اللي يطرح أولا، هل وصلكم أستاذ محمد أي تحذير من الحكومة الإسرائيلية قبل خطوة إغلاق المكتب، خصوصا أنه كان في حديث خلال الفترة الماضية عن هذا الموضوع؟ أهلا بك شانتال، شكرا على الاهتمام بالموضوع. التحذير جاء في شكل استهداف مباشر لصحفيين الذين فقدوا أرواحهم من أجل هذه الرسالة ومن أجل إيصال صوت الفلسطينيين إلى العالم والتأكد من أن القصة بجوانبها المتكاملة تصل إلى العالم. شيرين أبو عاقلة، ثامر أبو دقة، عائلة وائل الدحدوح، عائلة أيمن الشرافي، كل هؤلاء فقدوا أرواحهم من أجل هذه الرسالة. هذه هي الرسالة التحذيرية التي وصلتنا من الحكومة الإسرائيلية، ورغم ذلك أسماء زملائنا هي التي ملأت السمع والبصر، هي التي ملأت العالم ووسائل الإعلام، واستمرت تغطية الجزيرة ولم تتوقف. لذا هذه المحاولة ليست صادمة بالمعنى، ولكن لافتة لأنها تأتي بعد يوم واحد فقط شانتال من الاحتفال باليوم العالمي للصحافة، وأيضا لافتة لأنها استخدمت نفس المفردات التي استخدمت ضد الجزيرة خلال تغطيتها لنزاعات عدة وخاصة في العالم العربي. الأمر لافت نعم، لكنه ليس صادما أو غير متوقع. نحن فقدنا أرواح زملائنا وهم في الميدان يغطون هذا الحدث، لكن عمليا للرد على سؤالك بطريقة مباشرة، فإننا لم نتسلم أي شيء من الحكومة الإسرائيلية. كنا نتابع وسائل الإعلام الإسرائيلية وهي اليوم تلو الآخر تتحدث عن تصويت مزمع في كابينت الحكومة الإسرائيلية بشأن هذا القرار حتى حصل ما حصل اليوم. يعني بالفعل محمد ملفت ما حصل جدا، خصوصا أنه قناة الجزيرة هي أول وسيلة إعلامية عربية طبعت مع إسرائيل وأصبحت تستضيف ضيوف إسرائيليين. أول ما تابعناهم على قناة الجزيرة بعد إغلاق المكتب اليوم، شو هي القرارات التي ستتخذها شبكة الجزيرة؟ هل ستستمرون باستضافة هؤلاء؟ اسمحي لي شانتال وأعرف سعة صدرك فيما يتعلق بمسألة التطبيع مع إسرائيل عبر استضافة الضيوف الإسرائيليين، باعتبارنا كما قلت أول قناة طبعت مع إسرائيل. أنا أختلف معك على الرحب. لم استضافة الجانب الآخر من القصة ليس تطبيعا وإنما عمل مهني. وأعتقد أننا شانتال، هذه نقطة مهمة أشكرك على ذكرها، لأننا في العالم العربي سمعنا انتقادات شديدة لقناة الجزيرة بشأن إذاعة المؤتمرات الصحفية للجانب الإسرائيلي، المتحدث العسكري أو الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وأيضا سمعنا انتقادات شديدة لأننا نستضيف محللين إسرائيليين ومسؤولين إسرائيليين. ورغم ذلك الجزيرة التزمت بأن تقدم القصة متكاملة. نحن لسنا في معرض الفرح أو الإحباط من تعليق مسؤول أو أي أحد. نحن نكمل رسالتنا. أذكرك هنا شانتال أن الجزيرة تلقت إشادة كبيرة من مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن بشكل مفاجئ، وتحدثت إلى بوتين أمام الكاميرا وقالت لن توقف الجزيرة عن عملها في تغطية الحرب الأوكرانية. الآن نحن نتلقى انتقادات من الحكومة الإسرائيلية التي هي حليف للولايات المتحدة. هذا هو الأمر. نحن لسنا في هذه الصناعة، وكما تعلمين شانتال وأنتم لكم باع في ذلك، نحن لسنا ننتظر تعليقا من مسؤول كي نعدل أو نغير سياستنا. سياسة الجزيرة واضحة منذ اليوم الأول. الإجراءات، للرد على سؤالك سريعا، الإجراءات هي إجراءات قانونية. مراسلون يعملون في القدس ويعملون في إسرائيل بشكل قانوني. سنلتزم بالقانون ونسلك كل المسارات القانونية، رغم أننا نعلم أن هذه مثل صعود الدب فوق الشجرة. نحن ندرك أنه في النهاية سيسقط الدب،
وتستمر الجزيرة في عملها، وستستمر في نقل الحقيقة لجانبي القصة. لن نوقف التغطية من إسرائيل، هذا التزام. نحن في اجتماع التحرير قبل قليل كنا نتحدث عن ذلك وناقشناه، أكدنا على ذلك مع الزملاء. كل الزملاء قالوا ستظل القصة على شاشة الجزيرة مكتملة الأركان، لن نستخدم منبر الجزيرة للانتقام من أحد. أعذرني على المقاطعة، عملنا بمهنية لكن شديدة. الانتقادات تعرفها أكثر مني، وهي تعود لوقت سابق بطبيعة الحال. يعني الجزيرة اليوم تنتقد، أو يرى البعض أنه تغطيتها منحازة بشكل كبير لحركة حماس، منحازة بشكل كبير لتيار الإسلام السياسي بشكل عام. محمد، كيف تردون على ذلك أيضا؟ نحن لا نرد على اتهامات شانتال، نحن نرد على أي تعليق مهني. نحن في قناة الجزيرة نتابع، كما أنتم أيضا في سكاي نيوز عربية وفي كافة وسائل الإعلام العربية تتابعون ردود فعل الجمهور وردود فعل الجمهور الذي نحن نخدمه. بالمناسبة نحن لا نرد على أي اتهامات جزافية، نحن نرد على أي عمل مهني. إذا كانت هناك دراسة، إذا كان هناك تعليق مهني بالأرقام وبالنصوص يوضح ذلك فنحن لها. لكن شانتال، أنت تعرفين نحن في العالم العربي دائما أي تغطية تزعج نظاما، تزعج حكومة، وحتى في إسرائيل الآن التي تقول أنها دولة ديمقراطية، أي تغطية تزعج أحدا دائما ما يتم محاولة جلب الجزيرة إلى دائرة الصراع، محاولة وضع الجزيرة في موقف وكأنها في موقف الدفاع ضد اتهامات من أنها تدعم فلان وتوقف فلان. الناس شانتال لم يعودوا ينتظرون الأخبار من القنوات الإخبارية، الناس يتابعون وسائل التواصل الاجتماعي، الناس يصلون للخبر قبلي وقبلك، الناس يحكمون، ونحن نعلق على أي عمل مهني. والناس بدهم يعرفوا يا محمد، ليس لدينا أي مشكلة. بدهم يعرفوا أيضا ماذا وراء الخبر. في ناس اليوم تتابع قناة الجزيرة وتتساءل كيف تصل قناة الجزيرة خطابات المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الملثم أبو عبيدة. طيب، تساؤل مشروع. هذا تساؤل مشروع، لكنها دليل على قوة قناة الجزيرة، قوة قناة الجزيرة في الوصول إلى المعلومة من كافة المصادر. المعلومة، نحن كقناة إخبارية مهنية مثلنا مثل CNN التي أذاعت في كثير من المواقف خلال تاريخ الإعلام الأمريكي، أذاعت نصوص تتعلق بجماعات وغيرها في حرب فيتنام. نحن في قناة الجزيرة نذيع كل شيء تصل إليه مصادرنا. نحن قناة مهنية نصل إلى المصدر أينما كان، ونحن منفتحون على كل مصادر الأخبار. بالمناسبة على المصدر الفلسطيني والمصدر الإسرائيلي، الناس تتابع الرواية الفلسطينية كما تتابع الرواية الإسرائيلية. نحن نبث كل مؤتمرات الصحفية للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بس هذا يعتبر سبق أي كلمة لأبو عبيدة. هل تعتبرون إلى هذه الكلمات وننفتح على المصادر. المعلومات بالذات هل تعتبرونها سبقا صحفيا؟ أنا أختلف معك في هذا التوصيف شانتال فيما يتعلق بالقول المعلومات بالذات. أي ذات؟ نحن قناة مهنية تنفتح على كل ذات، على الذات الفلسطيني والذات الإسرائيلي. نحن ندعو المسؤولين الإسرائيليين للوصول إلى الجزيرة والحديث إليها، وأنت وجهت انتقاد على لسان بعض الناس لأننا ندعوهم ونطبع معهم. فهل نحن شانتال نطبع مع إسرائيل أم نفتح الباب لأبو عبيدة؟ هذه هي الجزيرة. نحن نفتح الباب لماذا أبو عبيدة لا يعطيها في سؤالك عن التطبيع يعني نحن مطبعون، وفي سؤالك عن أبو عبيدة يعني نحن نفتح الباب للقسام. محمد، كأن هذه الفيديوهات ترمى في حضن الجزيرة. جميل جدا إعادة السؤال بصياغة مختلفة وتعبير مختلف شانتال. كما قلت لك مرة أخرى في سؤالك السابق قلت نحن نطبع مع إسرائيل، في سؤالك اللاحق قلت نحن ترمى إلينا كلمات أبو عبيدة، ترمى للجزيرة. هي لا ترمى، بالعكس هناك عمل مهني وراء الوصول إلى المصدر. نحن القناة الوحيدة في العالم العربي وفي العالم الآن التي لديها هذا العدد من المراسلين على الأرض.
نحن لا يرمى لنا شيء، بالعكس نحن نصل للمعلومة. وكما قلت هذا التناقض الشديد في توصيف الجزيرة نحن معتادون عليه. وأشكرك شانتال على إثارة هذه القضايا رغم أن الوقت غير مناسب، ولكن أعيد نحن منفتحون على كافة الأطراف. نحن الذين نتهم بأننا نطبع بدعوة الضيوف الإسرائيليين، نتهم بأننا نفتح الباب للقسام. نحن هذا وتلك، نحن نفتح الباب للطرفين وليس لدينا أي مشكلة. طب هناك ما يرى محمد اليوم أنه هذا الموضوع اليوم لا يدخل في إطار السبق الإعلامي، بل أقرب لعلاقة تنظيمية. يعني أغوص معك في الموضوع لأنه في تساؤلات كثيرة حوله. هو ما يجعل البعض يعتبر أنه علاقتكم بحماس هي علاقة تنظيمية. هنا أيضا البعض ينتظر الرد من قبلكم. وأنا شانتال أنا أختلف مع المنطلق وأختلف مع المفردات. أختلف مع المنطلق لأنه ليس هناك لدينا مشكلة إذا كانت هذه المقابلة ستكون على تغطية الجزيرة المهنية، ليس لدينا أي مشكلة، يمكن الإجابة على أي سؤال. لكن وأختلف أيضا مع المفردات المستخدمة. يعني أنت استخدمت مفردة أنه الجزيرة علاقة تنظيمية. أي تنظيمية؟ الجزيرة تغطي كل النزاعات في العالم العربي وهي الأكثر مشاهدة في العالم العربي. لماذا تلتفت كل الشاشات للجزيرة في هذه الحرب؟ نحن نتحدث عن ملايين المشاهدات، نحن نتحدث عن جمهور واعي يحكم، ولا نتحدث هنا عن اتهامات جزافية. لكن مرة أخرى نحن مستعدون في الجزيرة. الانتقادات في الجزيرة داخل الجزيرة بابها مفتوح، وأيضا خارج الجزيرة بابها مفتوح. نقاشاتنا في الجزيرة نقاشات منفتحة على الانتقادات. نحن نبدأ اجتماعاتنا التحريرية بالقول بماذا أخطأنا، ما الذي أخطأنا فيه اليوم. نحن لا نبدأ بالقول كيف نجحنا وما الذي نجحنا فيه. وبالتالي نحن منفتحون على أي تقويم مهني. وإذا كنت تريدين أن تدعينني إلى حلقة خاصة للحديث عن تغطية الجزيرة لحرب غزة فأهلا وسهلا. ولأن الظرف الآن للحديث أكثر على ما جرى مع الجزيرة. وأشكر بالمناسبة تضامنكم شانتال وتضامن سكاي نيوز عربية مع الجزيرة بهذا اللقاء المهم بالنسبة لنا. شكرا لحضورك ولإجابتك أيضا محمد على كل هذه التساؤلات. لكن فقط هنا للتوضيح، نحن نسأل عن هذه التغطية لأنها في صلب القرار المتعلق اليوم بموقفكم وبوقف أصلا عمل الجزيرة في داخل الإسرائيل. ولو لم تكن تغطية الجزيرة بهذه القوة التي دعتكم إلى الحفاظ عليها والحرص عليها بدعوتي للحديث عما جرى من الحكومة الإسرائيلية بإغلاق مكتبنا، لما كان هذا الحوار. ولهذا أنا أشكرك وأشكر سكاي نيوز عربية على هذا الاهتمام. وأي سؤال مرحب به. نحن زملاء صحفيين، وأنا أسعد دائما بتلقي انتقادات من زملائي لتغطية الجزيرة وأدخل في حوار معهم، بل على العكس نقوم ونعمل. ونحن صحفيون في نهاية المطاف، إطار عملنا إبداعي ولا نعمل وفق أطر أخرى كما ذكرت في سؤالي. شكرا محمد معوض مدير تحرير قناة الجزيرة.